بيبدأ الفيلم مع وحش أحمر بيحارب وحش تاني، بس لما بنرجع بالأحداث بنعرف إن أثناء الحرب مع النازيين الألمان كان في دكتور للظواهر الغير طبيعية اسمه البروفيسور بروم اللي جاي مع فرقته علشان يستكشف المكان. بس بيلاقوا مجموعة من الألمان اللي معاهم راجل مقنع اسمه كارل اللي بيكون القاتل المحترف لهتلر، وواحد تاني اسمه راسبوتين اللي بيودع حبيبته إلزا وبيديلها كتاب في حالة لو مات عشان ترجعه للحياة تاني، وبيروح بيفتح بوابة اللي بتوصله ببوابة الجحيم. بس لما بيشوف البروفيسور ده هو وفرقته بيتحركوا وبيهجموا عليهم، بس المقنع بيكون أقوى منهم وبيقتل نص فرقتهم. ولما بيشوف البروفيسور وكان هيقتله بينقذه قائد فرقته، بس بيكتشف ان الرصاص مش بيأثر فيه. عشان كده لما بيحدف البروفيسور قنبلة عند البوابة وبيروح وراه المقنع وبيحاول ياخدها، بس بيفشل وبتنفجر فيه هو والبوابة وبتشد البوابة الريسبوتن وبعدها بتتقفل. وعشان البروفيسور بيكون عارف ان في حاجة عدت من البوابة بيطلب من القائد بتاعه ان هو يخلي فرقته ان هم يفتشوا المنطقة في الوقت اللي بيسأل جندي البروفيسور لو مؤمن بوجود الجحيم. عشان كده بيكلموا عن ريسبوتين اللي بيقولوا ان هو مات مقتول من زمان، ورغم ده ان هو رجع تاني وشافوه وده سبب كيف يخليه ان هو يؤمن بوجوده. وفجأة بيسمعوا صوت غريب، ولما بيروحوا يشوفوه بيفتكروا في الاول قرد، بس لما بيلاقوا الكائن ده لونه احمر وشكله غريب كان قائد فريقه هيقتله. بس البروفيسور لما بيطلع شوكولاتة وبيديها له وبيتجاوب معاه وبياكلها، عشان كده بيطلع له واحدة تانية وبيروح له بيعرف ان هو مجرد طفل وبياخده كابن ليه رغم ان هو عارف ان هو شيطان، وسماه فتى الجحيم اللي بتدور احداث الفيلم عنه. عشان كده لما بيكبر بيشتغل مع وكالة الاستخبارات كمطارد للوحوش. وبعد 60 سنة من اختفائه وموت راسبوتين بتوصل حبيبته إلزا للمكان اللي هتحييه منه، اللي بيكون عبارة عن الحفرة اللي بتقتل عليها واحد وبتتميل بدمه وبيطلع منها راسبوتين. في الوقت اللي بيعرف البروفيسور ان هو عنده ورم في الرئة وانه مش هيعيش غير اكتر من 6 اسابيع، وده بيخليه قلقان على ابنه فتى الجحيم اللي بيكون لقبه احمر. عشان كده بيجيب له واحد من مكتب التحقيقات عشان يساعده اللي بيكون اسمه جون. ولما بيدخل المكان بيتعرف على ابراهام اللي بيكون اختصاره ايب، والبروفيسور بروم اللي بيعرفوا على ايب وبيقولوا ان هو عنده قدرة خاصة انه يعرف المستقبل والماضي لأي حاجة بيلمسها، وانهم لقوه في أوضة سرية في مستشفى في واشنطن. وبعدها بيعرفوا وبيقولوا على شغلهم اللي بيكون عبارة عن انهم بيصطادوا الوحوش اللي جاية من الشر، وبياخدوا وبيعرفوا بالعميل كلاي القريب من احمر وبيديله من الشوكولاتة اللي بيحبها احمر عشان يديهاله. وبيدخلوا كلاي في الأوضة اللي حابسين احمر فيها لان البروفيسور معاقبه لانه بيخالف امره وبيظهر نفسه للناس. وبعدها بيعرفوا بيه كلاي وبيعرف احمر ان هو اللي هيبقى معاه على طول. وفجأة بيضرب الانذار، علشان كده بيروح في عربية سرية للمتحف اللي اخترقته وحوش، اللي لما بيدخلوا بيلاقي احمر باباه، علشان كده بيخبي سجارته وبيقوله ان الكائن لسه جوه، علشان كده بيجهز احمر نفسه وبيأكد لهم ابدا بعد ما بيلمس الباب وبيعرف ان هو لسه جوه. عشان كده بيدخل احمر لوحده عشان يخلص عليه، وبيستغرب جون لان محدش راح معاه، بس إيب بيوضح له ان هو بيحب يكون لوحده عشان يبقى هو البطل الوحيد في المكان. في الوقت اللي احمر بيلاقي الوحش اللي بيلاقيه بياكل في حارس امن، بيقول له إيب ان الوحش ده اسمه صامويل اللي بيكون عبارة عن كلب صائد للاحياء. ولما بيضربوا احمر وبيسيبه وبيمشي وبيفتكروا ان هو مات بيتفاجئ ان هو لسه حي واختفى. اللي بعدها بيظهر وبيهاجموا، علشان كده بيتحركوا عشان يساعدوه. في الوقت اللي بيضرب الوحش احمر وبيوقعه من المبنى بيظهر له ريسبوتين وبيقول له ان هو اللي جابه للعالم ده، بس لما كان هيضربه احمر بيلاقيه اختفى. وبيظهر الوحش وبيمسك في ايد احمر، بس بيجي جون في الوقت المظبوط وبينقذه. ولما بيستخبوا من الوحش بيلاقي جزء منه على ايده، عشان كده بيشيله احمر وبعدها بيروح وبيسيبه، بس مش بيموت وبيهرب منه، علشان كده بيلاحقوا احمر. ولما بيشوفوهم الناس بيقول لهم جون ان دي ازياء تنكريه. ولما بيلاحق جون احمر بتخبطه عربيه وكانت هتخبطه التانيه، وبس بينقذوا احمر وبعدها بيروح يلاحق الوحش وبينزل وراه وبيلاقيه مستنيه لحد ما المترو بيجي، وبعدها بيهرب وبيخترق المترو وبيعدي الناحيه التانيه. ولما احمر بيحاول يعمل زيه بيضربوا سواق المترو وبيوقعه، ولما بيقوم بيهجم عليه الوحش بس بيقدر احمر ان هو يكهربه لحد ما بيتحرق، وعشان هو فتى جحيم النار مش بتأثر فيه. وبيبلغ جون ان هو خلص عليه وبعدها بيقفل معاه، بس ما يعرفش ان هو لما بيموت بيتولد منه 2 تاني. عشان كده لما بترجع روحه لريسبوتين بيظهر 2 تاني بدل منه. في الوقت اللي بيروح احمر لمستشفى الامراض النفسيه اللي بتكون فيها حبيبته ليز، ولما بيقابلها بترفض ان هي ترجع معاه لانها شايفه ان هي بدات تسيطر على طاقتها اللي بتكون النار. بيشوف ايه اللي حصل في المكان، علشان كده بيوريه البروفيسور بروم وبيوريه المقنع وايدزا اللي كانوا هنا.
وإنهم كسروا التمثال علشان ياخدوا اللي جواه، اللي بيكون عبارة عن الملح المتجمع من دموع الملايكة اللي بيخلق منه رسبوتين الوحش اللي قتله أحمر، اللي وعده رسبوتين إن هو لما يموت منه واحد هيظهر منه اتنين. بس بعدها بيتعب البروفيسور، ولما بيلمسه إيب بيعرف إن هو عيان وإنه هيموت. عشان كده بيقول له البروفيسور إن هو ما يقولش الأحمر. اللي بعدها بيروح له مع جون وكلاي عشان يرجعوه للبيت قبل ما يشوفوا حد. بس لما بيروح له جون بيقع أحمر بسبب إصابته، وبيشوف جون ليز. ولما بيرجعوا أحمر للبيت وبيعالجوه بيلاقوا في جرحه بيضة من الوحش. عشان كده بيقول لهم إيب إن الوحش ده بيتكاثر بسرعة، وإن ده لازم يحصل في مكان رطب ومظلم. عشان كده بيقول البروفيسور لأحمر إنه يرجع للموقع اللي قتل فيه الوحش، وإنهم لما يلاقوهم يقتلوهم. وبعدها لما بيسرش جون عن ليز وبيعرف اللي حصل معاها بيروح لأحمر، وبيكون البروفيسور هناك وبيقول لهم إن هو قرا ملفها وعرف إنها حاسة بالذنب بسبب الحادثة اللي حصلت معاها. عشان كده بيقول لهم إن هو هيروح لها ويقنعها ويرجعها. بس أحمر بيضايقه وبيفهم منه إن هو مش متقبله. علشان كده بيقول للبروفيسور ان هو هيمشي. بس البروفيسور بيقوله ان رسبوتين رجع عشانه، وانه مش هيقدر يكون معاه لانه مصاب وممكن يموت. عشان كده بيطلب منه ان هو يفضل معاه ويساعده في حالة لو رسبوتين حاول يرجعه لطبيعته الشيطانية. وبيتأثر جون وبيوافق ان هو يفضل. في الوقت اللي بيروح رسبوتين لليز وبيخليها تحلم بالحادثة اللي حصلت معاه وهي صغيرة، لما الاطفال كانوا بيتنمروا عليها وبيحدفوها بالطوب. عشان كده اتضايقت وطاقتها ظهرت وحرقته من غير ما تقصد، وده بيخليها تحس بالذنب، وبتشتغل طاقتها وهي نايمة وبتفجر المكان وبتحرقه كله. ولما بيروح لها جون تاني يوم وبيشوف المكان بتقوله الممرضة ان هي قاعدة كده من ساعة الحادثة ومش بتكلم حد. بس لما بيدخل لها وبيتكلم معاها بيقنعها ان هي ترجع معاه. في الوقت اللي بيوصل أحمر مع إيب وكلاي للمكان اللي فيه الوحوش اللي بيكون موجود فيه المقنع. عشان كده لما بيسمعهم بياخد ورقة وبيحطها في جيبه وبيستخبى. ولما بيدخلوا بينزل إيب المية عشان يدمر بيض الوحوش، بس بيظهر له وحش وبيجرحه وبيقدر يهرب منه وبيستخبى وبيبعت لهم إشارة اللي بيشوفوها وبيروحوا له. بس بيلاقوا عند البلاعة الوحوش اللي لما بيحسوا بيهم بيهجموا عليهم وبيموتوهم. في الوقت اللي بيظهر المقنع الأحمر اللي بيجري وراه هو وكلاي، اللي لما بيتوه عن أحمر بيطلع له المقنع وبيسيبه وبيعمل نفسه ميت هو كمان جنبه. بيظهر وحش الأحمر وبيهجم عليه وبيوقعه في محطة المترو، وبتشوفهم الناس وهم بيتقاتلوا وبيدمروا نص المحطة. بس بيقدر يموتوا أحمر وبينقذ القطط اللي بيديها لصاحبتها وبتشكره. وبعدها لما بيروح لكلاي وبيلاقيه متصاب بيطلب المساعدة. بيكون جون وليز وصلوا للمكان في الوقت اللي بيكون أحمر حزين على إيب لأنه متصاب هو كمان، ومع ده بيعاتبه المحقق وبيضايقه. عشان كده بيتعصب عليه، ولما بتشوفه ليز بتسيبه وبتمشي. بس بعدها بتروح له لما بيعرف منها ان هي هتخرج مع جون بيحس بالغيرة. عشان كده بيهرب وبيروح وراهم، ولما بيشوفها وهي بتصوره بيتضايق. بس بيروح وراهم وبيلاقي طفل على المبنى اللي هو فيه اللي بيشوفه وهو بيراقب حبيبته. ولما بيحاول جون ان هو يحط ايده عليها بيحدف أحمر عليه حجر زي الأطفال. في الوقت اللي بيشرح البروفيسور جثة المقنع اللي بيفهم منه ان هو معندوش قلب ولا اي حاجة تدل ان هو كان انسان عادي حي. عشان كده بيشبهه بالدمية. ولما بيلاقي الرسالة اللي كان حاططها في جيبه بيروح لمكتبه وبيجمعها. بيفهم ان في حد عايزهم يروحوا لروسيا. ولما بيظهر له رسبوتين بيفهم ان هو اللي خلى ليز تحرق المكان عشان ترجع، اللي هيوصل من خلالها الأحمر وبيوصل للمقنع اللي بيحركه. وبعدها بيوريله المستقبل لما يحرر وحوش الجحيم عن طريق أحمر اللي هيفتح له البوابة. وبعد ما قال له كل اللي هيحصل بيخلي مقنع يقتله. عشان كده لما بيوصل الخبر لليز وجون بيعرف أحمر إن في حاجة وبيرجع بسرعة للبيت. ولما بيوصل بيلاقي باباه ميت. عشان كده بيكون حزين عليه، وبعدها بيعملوا له جنازته اللي بيحضرها من بعيد عشان الناس ما تشوفهوش. في الوقت اللي بيروح ريسبوتين مع إلزا لروسيا عشان ياخد البوابة اللي بيكون مفتاحها أحمر، بتكون ليز في طريقها الأحمر. ولما بتروح له بتقوله إن هي هتروح معاه لروسيا. وفعلا خطة ريسبوتين نجحت. وأحمر علشان فاكرها إن هي بتحب جون ومش بتحبه هو بيقول لها إن هو مش هيقدر يغير من شكله عشان يكون طبيعي زيه، بس بيوعدها إن هو مش هيتخلى عنها أبدا. وأكيد بتفرح بالكلام ده لأنها بتحبه أصلا. وهما في طريقهم لروسيا بيعرفوا إن الوحش صامون لما بيموت بيقوم 2 بدل منه. بيقرروا إن هما يدمروا بيتهم ويفجروهم كلهم في نفس الوقت. ولما بيوصلوا بيروح أحمر عشان يصحي جثة الشخص اللي كان اسمه في الورقة اللي كانت مع المقنع على أساس إن هو يدله على مكان ريسبوتين، بس هو مجرد طعم ليه لأنه عايزه هو علشان يفتح له البوابة. واللي لما بيدخلوا بيحصل فخ وبينفصل أحمر عن ليز وجون. عشان كده بيتحرك مع المحقق، بس بيحصل فخ تاني وبيتقفل الباب عليهم. وفي الوقت اللي بيتخانق المحقق مع أحمر لأنه مش بينفذ أوامره بيحصل الفخ وبيقع لايم مع الجثة وبيتكسر الجسر. علشان كده بينقذ أحمر المحقق وبيحدفه جوه البوابة قبل ما تتقفل، وبيجري هو كمان وبيقدر يدخل في آخر لحظة.
ولما بيتحركوا بيشوفوا المقنع اللي بيحس بيهم، علشان كده لما بيرجعوا يبصوا عليه بيلاقوه اختفى. بس لما بيدخلوا له بيهجم على المحقق اللي بينقذه أحمر وبينتقم من المقنع اللي قتل أبوه، عشان كده بيوقعوا أحمر في الفخ اللي كان عاملهوله. ولما بيلاقيه لسه عايش بيحدف عليه حديدة بتقضي عليه، ومن هنا بيقدر يتفق هو والمحقق بعد ما أنقذوا أحمر. بتكون اتحركت ليز مع جون وبيلاقوا الوحوش اللي بتلاحظهم وبتتقفل البوابة، علشان كده بتنده على أحمر بسرعة اللي لما بيسمعهم بيكسر الأرضية وبينزل لهم. بس الوحوش بتكون كتيرة ومش بيقدر عليهم، وده بيخلي ليز تطلب من جون ان هو يضربها عشان تظهر قوتها اللي لسه ما عندهاش القدرة ان هي تسيطر عليها. وبيستخبى جون وبتقدر تدمر البيت بتاعهم والوحوش. بس بيوصل رسبوتين مع إلزا وبيقيدوا أحمر وجون، وبيستخدم رسبوتين ليز علشان يضغط على أحمر ان هو يفتح له البوابة. بس أحمر بيرفض، علشان كده رسبوتين بياخد روحها عشان يضغط عليه اكتر، وبيقول له ان هو مجرد ان هو يفتح له البوابة هيرجعها له. وبيوافق أحمر وبينطق باسمه الشيطاني الحقيقي أنونج أنراما، وبتتفك قيوده وبتطلع له قرون الملتهبة بنار الشر. وبيروح يفتح جزء من البوابة اللي من خلالها بتتحرر الوحوش وبتوصل لعالم البشر. وكان هيفتح البوابة التانية بس بيحرر جون إيده وبيحدف له صليب باباه اللي بيفكروا بيه، عشان كده بيقطع قرونه وبتتقفل البوابة وبيطعن رسبوتين بقرنه. ولما بياخد ليز وكان هيمشي بيقوله ان هو صحيح قتله، بس جاب مكانه اله للعالم اللي يقصده الوحش اللي بيخرج منه. وده بيخليهم يمشوا بسرعة وبيسيب ليز مع جون اللي بيديله المتفجرات عشان يموت الوحش اللي بيمسكه وبيسحبه ليه. عشان كده بيشغل أحمر المتفجرات قبل ما يبلعه، ولما بيعمل كده بتنفجر فيه وبيموت. بس أحمر بيخرج سليم وبعدها بيرجع لليز وجون اللي بيقولوا ان هي ما عندهاش نبض ومش بتتنفس. بس لما بتحزن وبينده عليها بترجع لها روحها لودها رسبوتين للجحيم، عشان كده بتقوله لما سمعت صوته رجعت له. وبيفهم احمر ان هي بتحبه، ولما بيشوفهم جون بيكون حزين لانه حبها وفهم ان هي مش ليه. وبكده خسر احمر باباه بس كسب حبيبته اللي هتسنده في حياته. وبكده يكون انتهى الفيلم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.